الذهب للرجال، الرسول عليه الصلاة والسلام حمل خاتما من ذهب وحمل قطعة من حرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. الناس في ذاك الزمن باستثناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمح له النبي أن يلبس الحرير، لأنه كان مريضا أكرمكم الله بحساسية من كل نوع من القماش، فكان النبي عليه الصلاة والسلام بأمر بوحي قد أعطي رخصة ليعطيها لسعد بن أبي وقاص. تصوروا، هذه معلومة ربما فاتت على بعض منكم. حين حمل النبي عليه الصلاة والسلام الحرير والذهب، هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. 1440 سنة 37 سنة مضى على هذا الحديث. اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهايمر، فقدان الذاكرة. يتسلل ذرات الذهب إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل مع السنين بزهايمر، بخرف، بفقدان الذاكرة. والله يا أبو موسى اللهم صل على النبي، امبارح اتغديت أنا يا ام خليل شو تغدينا احنا امبارح؟ الله أكبر، امبارح يا زلمة انت اللي متغدي، ناسي شو تغديت امبارح؟ طيب يأتي فيلسوف يقول طيب والنسوان ما إلهم جلد، ما إلهم أوردة دموية حتى يتسلل الذهب؟ انتبهوا، يأتي الشرع فيقول لك إن المرأة في كل 23 يوما في كل 24 يوما يأتيها الحيض فتخرج كل ما دخل إلى هذه الأوردة. أإله مع الله؟ ولكن نحن أو أصحاب النبي حين سلموا في ذاك الوقت بذاك الأمر لم يكتشفوا هذا، أخذوا أمرا من النبي قالوا سمعا وطاعا، انتهى الموضوع. العبادات لا تعلل، العبادات لا تتفلسف وتقول لماذا لا نأكل لحم الخنزير. قال والله اللي بأكل لحم خنزير ببطل يستحي، والله في بالأمة العربية قليلين حياء، بعيد عنكم حاشاكم الله، والأجانب أفضل منهم، عندهم حياة أكثر منهم وبيأكل لحم خنزير. لا، القضية مش إذا كانت تأكل لحم خنزير بتصير قليل حياء البعيد، هنالك حكمة إلهية من